ننظم الاتحاد المغربي للشغل بإقليم الدرويش وبشراكة مع منتدى أنوال التنمية والمواطنة. واحد اللقاء دراسي في موضوع التنمية الاجتماعية بإقليم الدرويش، الواقع، الانتظارات والتحديات والفرص يعني اللي متاحة. كانت مناسبة، ولا كان هذا اللقاء مناسبة من أجل أننا نناقشوا ونفكروا إلى جانب يعني واحد العدد ديال الفاعلين في المجال الاجتماعي والحقوقي، وكذلك باحثين ومهتمين بقضايا التنمية الاجتماعية. يعني نفكروا في الوضع ديال التنمية في الإقليم بشكل عام، وخاصةً كما قلت التنمية الاجتماعية وفي التحديات اللي كتواجهها. وكانت تقدمات يعني عروض ومداخلات مهمة في مواضيع اللي مرتبطة بالقطاعات الأساسية كالتعليم، الصحة، الشغل، السكن، وكذلك كان استعراض ديال الموارد الطبيعية والبشرية اللي ممتهنة في الإقليم ديال الدرويش. كان كذلك نقاش ديال تحدي التغيرات المناخية ومستوى تعاطي السياسات العمومية في المغرب مع هاد وفي الإقليم ديال الدرويش على وجه التحديد مع هذا التحدي، من أجل التخفيف منه وكذلك التأقلم معاه. وكان النقاش كذلك حول الدور ديال الجماعات والترابية في التنمية المحلية، الدور ديال المجتمع المدني في صنع القرارات التنموية، دور الإعلام إلى غير ذلك يعني وكذلك كانت المناقشة ديال واقع البطالة في الإقليم والحلول اللي ممكنة. يعني كانت محاور مهمة جدًا بالنسبة لينا حنا، وتمخضت عليها بطبيعة الحال واحد العدد ديال الخلاصات والتوصيات اللي غنشتغلوا مع يعني منتدى أنوال من أجل أننا نخرجوها إلى حيز الوجود باش تكون ربما موضوع ترافع رسمي من طرف الاتحاد المغربي للشغل ومنتدى أنوال والشركاء ديالهم يعني في الإقليم ديال الدرويش. وشكرًا لك. اللقاء الدراسي اللي نظمه الاتحاد المغربي للشغل بالدريوش ومنتدى أنوال للتنمية والمواطنة كان حول موضوع التنمية الاجتماعية بإقليم دريوش، الفرص والتحديات. كان مناسبة لتقديم مجموعة من المداخلات من طرف فاعلين متعددين كيشتغلوا في المجتمع المدني، كذلك في النقابات، وكذلك فاعلين اللي عندهم إلمام ودراية بالواقع ديال التنمية الاجتماعية بإقليم ديوش. اللقاء أسفر على تناول مجموعة من المواضيع اللي كتهم الصحة والتعليم والجماعات الترابية والتشغيل الفلاحة إلى غير ذلك، وكانت مناسبة لتقديم رؤى متقاطعة في هذه المواضيع كلها. واللقاء كان مناسبة كذلك لاستعراض التحديات اللي كتواجه التنمية المستدامة بإقليم ديوش في ارتباط مع مجمل المبادرات المدنية والاجتماعية الترافعية من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. اللقاء كان مناسبة لتقديم واحد المجموعة ديال الخلاصات والتوصيات اللي من شأنها النهوض بالتنمية الاجتماعية بالإقليم من خلال توفير فرص تنمية حقيقية، وكذلك برامج مهيكلة من شأنها إدماج إقليم ديوش في النسيج الاقتصادي الوطني، باش أنه يستفد من العائد ديال التنمية، وكذلك يحد من الهجرة ومن المعاناة اللي كتعيشها الساكنة ديال الإقليم في مجالات متعددة.